مساء الجمال والخير والحلاوة والطعامة والسكر والعسل وكل الحاجات الحلوة. محشي الكرنب، يعني الريحة مش قادرة أوصفها. ريحة الخلطة تحفة. الكرنب الصيفي والله يا جماعة حلو جدا جدا جدا، وبيستوي بسرعة، سواء في السلق سواء في التسوية بيستوي بسرعة. تمام كده؟ طيب، هنتكلم بقى عن خدمة التسويات. في مكالمات بتجيلي تقولي أنا عندي كرومباية وعايزة أجيبها لحضرتك، وحضرتك تحوليها لنا بقى محشي زي ده كده، سواء جاهز على التسوية أو سواء مستوي. جميل قوي، الخدمة دي متاحة عندي. بنعملها إزاي؟ حضرتك بتجيبي الكرنب وبنعمل يعني بنعمله زي بقى ما العميل طالبه، سواء جاهز على التسوية أو مستوي. أول ما بيتحشي على طول بنحسب هم عملوا كام كيلو وبنخصم تمن الكرنب. تمام كده؟ طب بنحسب تمن الكرنب ازاي؟ بالنسبة لي أنا لو العميل موثوق فيه بسأله هو جايب الكرنباية بكام، وبخصم فلوس الكرنب من المبلغ الإجمالي بتاع الحساب. لو العميل مش بقى من قصة موثوق أو مش موثوق، مش فاكر هو اشتراها بكام، بشوف الكرنب في الوقت ده في المكان اللي أنا موجودة فيه وبشتري منه سعره قد إيه، وعلى هذا الأساس بخصم تمن الكرنبة من الحساب. الشرط الأساسي بتاعي إن العميل المحترم اللي هيعمل معايا الديل ده يكون فاهم إن الكرنب مش كله زي بعضه. في كرنباية ممكن تطلع لنا 5 كيلو محشي ما شاء الله يعني، وفعلا بتبقى كرنب حلو قوي، بيبقى كبير جدا. وفي كرنباية تانية ممكن تطلع لنا 3 كيلو و2 كيلو و4، وممكن كرنباية ما تطلعليش حتى كيلو الا ربع. فهل حضرتك فاهم النقطة دي؟ هل حضرتك فاهم ان ورق الكرنب بيفرق في الميزان؟ لو الكرنبة ورقها تخين بيبقى الوزن اعلى، لو الكرنبة ورقها رفيع بيبقى الوزن بتاع الكيلوات اقل، فبتطلع لنا كمية كبيرة. لو حضرتك من الناس اللي فاهمين الجزئية دي أنا ممكن أعمل معاك الديل ده. لكن لو العميل مش فاهم بقى والموضوع عنده يعني غامض، ويعني هو مش قادر بقى، يعني فاكر إن كله زي بعضه، فاكر إن أي كرومباية في الدنيا زي أي واحدة تانية، لا للأسف ما بقدرش أخد الديل ده مع العميل ده.